بتطلع نص نص وفي ناس تطلع 100% بتطلع المية صح. شفت في ايطاليا اختراعات رهيبه، اتمنى ان بناتنا يوصلوا ان هم مدينه زي شرم الشيخ عندها مشكله في الميه نحلها، ناخد مدن كامله ونحل مشاكلهم. احلى ومحتاجين عمل ومش كلام، لسه باقي فينا امنياتنا للامان للامان. خدكم نروح اعجاز وشهاده للطب المصري. الحاله دي حاله صعبه جدا، انا بعتذر لو الصوره تبقى قاسيه للحظات، لكن تحذير لكل ام حامل ما تاخديش دواء وانت حامل. بقدم تحيه للفريق الطبي بقياده الاستاذ دكتور حمدي النبوي. اللي حصل الطب يعني تدخل يحسن صوره وشكل طفل. الصوره صعبه قوي، هتبقى ايه وهيبقى ازاي؟ تعالوا معانا معهد ناصر نشوف هذه الصوره. الطفل اللي باصص لي دلوقتي اللي عمره لا يتجاوز سنوات معدودة، كان مش قادر يتحرك، مش قادر يشوف، كان عنده مشكلة بدءا من الجمجمة، بدءا من شكله، كان صعب جدا. هو لسه في يعني مرحلة قبل ما يحصل الخطوة النهائية يرجع لحياته الطبيعية. أنا بشكرك على تبني الحالة دي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ومبروك مقدما يعني. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. احنا عملنا 95% من الشغل، فاضل حاجه بسيطه ان احنا نزرع له انف. بعد كده ان شاء الله يبدا يروح بيته ويمارس حياته الطبيعيه ان شاء الله. أنا بس بقول للسادة المشاهدين هننزل صورة بسرعة كده، يعني بسرعة صورة الطفل قبل ما يحصل فيه أي عمليات جراحية. بصوا عليها أهي، صعبة جدا. الحالة بقى لها كام يوم وبتشال بقى هي الحاله انا اكتشفتها من حوالي 8 او 9 شهور. كانت جدته وخالته بيعدوا عليها، لان هو للاسف والدته توفت من سنه. عمته وخالته وجدته. بدأنا نبص على الحالة كويس جدا، بدأت أكون الفريق الطبي. ده عيب خلقي يعني يا دكتور؟ ده مولود بكذا عيب خلقي. أنا هسلم على الوالد. ازيك يا أستاذ، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. مبروك مقدما يعني. ربنا يبارك لك، احنا نحمد ربنا على اللي احنا فيه، الحمد لله رضا. هو كده بدأ يعود للحياة. لا ده الحمد لله، نحمد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو في الحالة زي كده، ونشكر الدكتور حمدي يعني على كل شيء.